يا وني بكم طفيلات، يا مرحبتي بكم وسهلا وهلا عندي في القناه. اليوم صراحه قررت الشخصيه اللي تعدل واحد البروتين لصاحبتها قالت ياك. المهم وقررت عني قلت لها اشتركي حاجه الله مع متتبعاتي اللي بغات الافاده وداك الشيء بغات تعدلوا راسها تعدلوا، وحتى اختي راهي ان شاء الله لي تبدا تعدل البروتين. المهم ان شاء الله نبغيكم تشجعوها وداك الشيء تبارك الله تعرف ياسر من الوصفات الزينه الطبيعيه. المهم وداك علاه وتوف وني بكم اللي تشترك معكم هي المكونات اللي هون عندها متوفرين واللي اختارتي على حساب كليانتها. والله زاد صديقتها هي كاع هذه معدلته كاع لا صديقتها صراحه، وهي كتعدل ملي اي حد بغى مسله يشربها، بحال العلايات اللي ردعوا تردع مثلا الطفل الصوجه ما زينه فيها، بحال اللي عندها المصارين الحمص وذا كثرته تعدل لا شوي. يعني لو كل انسان على بنيه جسمه مسله ما تجي معايا نحاول نتفاداها في البروتين ولا في اللحسه باش نقد نوكل دوك المسائل. هادشي لاش حنا مجربينه وشي ملي مجربته اختي. يعني من تعدل اللحسه كيف تاكل توافقها كتقول مع راسها انا عدلت شي زدت شي نقصت شي. المهم يعني كطيح في اللحسه اللي هي موافقتها، يعني ما كل شيء اللي يوافقوا داك الشيء. واش فهمتوا الطفيلات؟ وتوفوني بكم هذا بروتين هي معدلته صحي طبيعي فيه مكملات غذائيه تبارك الله زينين كيعطونا الطاقه للجسم ومسمنين هما اللي هي مجربته على نفسها. داك على حساب ما تشتركوا معكم صافي وني بكم لين نشترك معكم الطريقه وتوف. بسم الله نبدا اول شيء بالمكونات. عندي 20 درهم من الزنجبيل. عندي 10 دراهم من الكثيره. كثيره لا 10 دراهم بيان دايره لا مكونات قليلين على حسب الانسان المكونات المعدل. عندي 20 درهم ديال بذور الاكبي. عندي الماكا 10 دراهم انا نقبضها دنبت ونقيهم ونصلحها ما نشري. صراحه ما قدرتش الماكا اول مره بيا نحكمها لا مطحونه داك علاه الا بغيتها ولا شي نحكمها لا مطحونه الصراحه. عندي هذا قرقاع 20 درهم. قرصة موريتان 20 درهم. المكسرات لا بدي يعودوا اكثر من دشي الاخر، ضروري يعودوا اكثر من العشاب. يعني بالنسبه لذاك العشاب الثانيه نقدروا نعدلوا لا كوتشاره من المسته ولا كوتشارتين بحال هاك. وعندي الفول زينه في فقر الدم وزينه في الصفير ومقوي حتى هي. وعندي اللوز 20 درهم. تفصل تريك تفصل مولي تبارك الله زينه ومقويه وتعطي طاقه في الجسم. وهذا الخليط عندي هون فيه نافع وحبه حلاوه كرويه زين في مصران وبومزوي. بالنسبه للنبق كنتي اللي تعدليه ما بغات تبغاصو؟ ما تبغي قال طعمته ما النبق زين بومزوي وزين اللي بغا نعدلوا له ما مشكله. غير هاد الطفله ما تبغي طعمه النبق لانه حامض الطفيلات تقدروا نتوما تشربوه وحده من الاحسن. حموضته. وعندي الزنجبيل زريعه كتان. عندي الحمص. وعندي الصوجه وإيلان وزريعه فصه وزريعه. صراحه اختي كتغلط قبال بها الكاميرا اول مره كتصور فيديو. عذروني حق داك علاه قالت لكم عذروها مع الكاميرا نبغي نمشي معاها. الصور ما عندك مع انت بلديه. اشرحي لهم انت شنو نشرح لهم؟ انا ماني مولاتو. انا مولات انا عارفه كل شيء. غير اشرحي لهم انت ما مشكل. ما عندي ما نشرح لهم وني بك هذا الشيء ظاهر كامل الضوء. المهم قولي لهم دا اللي حمصوا هذه زريعه نوار الشمس وهذيك زريعه القرعه صافي. وعندك سريلاك كلسي. هاي سريلاك وكاس من قوفيه اللي بغى يعدل نيدو مولي يعدل. نيدو قلتي لي داك النهار عنو يمرمر البروتين خير تعدليه جديد. هو خير له عدل جديد. الله انت تبغي يخلط الخليط. يخلط الخليط ديروا معاه كوتشاره من نيدو ولا كاس من الحليب عاد عندك مولي الحليب. احسن صراحه. كاين اللي بغى يطحنوا كاع نيشان بلا حليب مولي ما مشكل زين. اولا ننصحكم الطفيلات عنه احسن حليب هو حليب نان ديال الاطفال تبارك الله مسمن وما يكدر ما شاء الله زين. ملي تخلطوا مع البروتين تبارك الله يعطيكم النتيجه. واخا غالي شويه غير المهم نتيجته زينه. وهذا هو اللي السيريلاك هذا ديال القمح هذا ملي حتى هو تبارك الله عنده نتيجه مضمونه. وشوف درك المكونات اللي لا يحمصوا نحمصوه واللي لا يتطحن وتشوف عادي. يعني ما يتحمصوا قباله راه من شويه حدهم شويه يدخلوا الفران ونرقوا. هي كاع الصراحه اختي قالت لي كاع ما كندخل داكشي الفران. قالت وحدها اللي قالت عنها كطيبها فقط. الشيء الاخر قالت لك الاحسن له يكون ني. انا بعد نعود معدتها راسي اختي نعدلوني بهذيك الافاده اللي فيه ني ما فيه لا طاق تمشي كيف اللوز خير حتى ولني. ملي تعودي معدلتيه لحد يبغي يطيب شويه ما مشكل. خلاص صراحه العشاب ولا هذا الاحسن لهم يكونوا نيين. وتشوفوا حتى زريعه الكتان راهي لا طابت راه كتولي مسمومه. يعني راهي ما كطيب. ما طيب زريعه الكتان ما طيب نهائيا. مفعولها كامل.
وحتى الجنجان راه لا ديتي لا تحمسي شوي فقط، واللوز شوي يعني ما تكثروا الطياب مال داكشي المكونات تضيعوا فيهم فوائد. صافي. وعندي هذا مولي المكون السحري اللي زين تبارك الله، مكون افريقي. هاي البسيكولا زينه تبارك الله وتسمن ما شاء الله. واني تعود دايره لا دايره كميه خيركم ديروا لها هاي 2 ما تكثروا، ولا ريتو ديك الكبيره ديروا لها وحده، هي راه فيها نوع كبير وفيها هذا. هاي زينه تبارك الله ومسمنه وغنيه بالكافيين مالي تبارك الله، منشطه تبارك الله وتعطيك طاقه على طول النهار ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وفيها ومسمنه تبارك الله الطفلات، وكتمشي لنا لا عند المناطق الانثويه ما شاء الله، لا الارداف والمؤخره تبارك الله وكل شيء زينه ما شاء الله. ننصحكم بها. لا تولي تعدلوا بروتين عدلوا فيه، اللي عاد لا قليل عدلوا فيه لا 2، وعاد عندكم قاعده الكبيره عدلوا لا وحده، راهي زينه تبارك الله. الله يسخر نوركم ان شاء الله. وهون طفيلات الوصفه من بعد ما كملتها اختي كي تشوفوا راعيها دارتها فيها القراعي باش تحافظ على جودتها. وتوفوني بكم هذا هو القياس اللي مرقلها فيها. وتوفوني بكم طفيلات لاي تساؤل والله شي تواصلوا معنا على الخاص. بروتين تبارك الله راهي زين وقوي، في اعشاب افريقيه، في جوز برازيلي، بتيكولا، وبذور اكبي تبارك الله زين ما شاء الله. الطفيلات كي تشوفوا راهي ليتم تحكموا كنت شعره بحال بكري والله تعدلوها بالقانون ولا تعدلوها مع الحسا ولا مع الحليب فايض ولا المهم نتوما عاش ما بغيتو تعدلوها عدلوها. قلت لكم هذا القياس راه قلت لكم 3 اشهر ولا شهرين بعد. المهم توفوني بكم طفيلات، مرحبتي بكم وسهلا وهلا، وني بكم مره ثانيه.